سأقرأ قصيدة للشاعر أمير الشعراء أحمد شوقي، يقول فيها: قالوا استوى الليث على عرشه، فجيء في المجلس بالضفدع، وقيل للسلطان هذه التي في الأمس آذت عالي المسمع، تنقنق الدهر بلا علة، وتدعي في الماء ما تدعي. فانظر إليك الأمر في ذنبها، ومر نعلقها من الأربع. فنهض الفيل وزير العلا، وقال: يا ذا الشرف الأرفع، لا خير في الملك وفي عزه، إن ضاق جاه الليث بالضفدع. فكتب الليث أمانا لها، وزاد أن جاد بمستنقع.